أهلا يا برج الثور، تعالوا نشوف الأحوال المادية والعملية في الفترة ما بين 20 فبراير لحد 10 مارس. يلا بينا يا برج الثور. يلا يا برج، بص يا برج الثور، انت واضح ان انت هتمضي عقد جديد او شراكة جديدة، او ممكن عقد شغل، عقد بروجكت جديد. المهم ان انت هتستثمر فلوس في فلوسك في الشراكة دي او في العقد دوت او كده، بس هو هيبقى حاجة كويسة ليك يا برج الثور. وممكن الناس اللي بتشتغل في التجميل او عندها كوافير او بتشتغل في الحاجات التجميلية عموما، او حتى دكتور تجميل كده، هيبقى الشراكة دي او الاستثمار ده بخصوص العمل دوت. تمام. بس انت يا برج الثور حاسس دلوقتي ان انت محاصر او مقفول عليك، او بقيت خلاص زهقان من برضو الروتين اليومي بتاعك، الاسلوب اليوم بتاعك بقى بقى ممل جدا، لان انت بتحاول تنجح حاجة. ممكن تكون الشراكة دي يا اما تمت وبتحاول، او الاستثمار الفلوس ده او الحاجة اللي انت بتعملها دي ممكن تكون اوريدي تمت، وممكن تكون لسه هتتم. تمام. بس انا متهيالي هي اوريدي خلاص تمت يعني، والعقد اتمضى او كده. بس انت قافل على نفسك وقافل، وحاسس، فابتديت احس ان انت محاصر، ان انت مقفول عليك، ان بسبب الشغل دوت. لان انت بتحاول تنجح حاجة. آم، بص يا برج الثور، هي لما بتكون هتمشي هي بتمشي لوحدها. انا بسعى وكل حاجة، بس لكن النجاح ده، او ان انا اخلي حاجة تشتغل بالعافية او ان هي تنجح بالعافية، ده مش هيوصل لحاجة غير ان انا اللي هتعب وهتهلك نفسيا وعصبيا. لان ده بيبقى ليه علاقة بالكنترول وبالسيطرة وبالتحكم، ان انا عايزة، رغم ان مفيش حاجة هتحصل من غير ارادة ربنا مهما انت عملت. بتحصل بإرادته هو، مش بإرادتك انت اصلا. انت بتسعى، مجرد بتسعى، هو اللي بيوصلك للهدف. وممكن ما يوصلكش الهدف اللي انت عايزه، لان هو شايف لك حاجة احسن، فيعوض لك الشغل والمجهود دوت، حتى لو بوصلتوش لحاجة تانية تجيلك سهلة او بتجيلك سريعة، من غير التعب والمجهود دوت. وممكن لو انت معاك، لو انت في شراكة مع اتنين، او عندك اتنين موظفين، ممكن بسبب التحكم والسيطرة اللي انت فيها دي ممكن يحصل مشاكل شوية ما بينكو، وان انت عايز تمسك زمام الامور، لان هما برضو هما مستني، يعني عارف، زي ما يكون انا عندي اتنين موظفين بس، او اتنين ما بيتحركوش غير بكلمتي انا، وانا في نفس الوقت هو الشغل مش هينجز من غيرهم، فهم مستنيني وانا مستنيهم، فدي بتعمل مشاكل. تمام. هو واضح ان انت في الفترة دي هيبقى عندك تشافي من الحتة دي، لان انت بتمسك زمام الامور، وبعد كده انت ما بتتحركش غير خطوات بطيئة، او ممكن تقعد شوية واقف كده وما تتحركش كتير، ومستني الناس اللي قدامك تتحرك، او الناس اللي تحتك تتحرك. فده ممكن يعمل خلافات كتير، يعمل خطأ في التواصل كتير، يعمل مشاكل كتير في القصة دي. بس فخلي بالك من كده يا برج الثور، من المشاكل اللي بتيجي من التحكم والسيطرة بتاعتك. ماشي، على الرغم ان انت هيجيلك فلوس، هيحصل زيادة ومكسب في الفلوس بتاعتك، وهيحصل وفرة، وهيجيلك فلوس كمان حظ. ممكن الفلوس الحظ دي يا اما ورث، يا اما بونس، يعني فلوس انت ما تعبتش فيها، حاجة مكافأة كده يعني، او مش معمول حسابها، هتجيلك. بس خلي بالك من الخلافات الناتجة عن التحكم والسيطرة في شغلك، دي أهم حاجة. وإن أنت تتبادل مع حد كلام جارح، أو إن يبقى في خطأ أصلا في التواصل ما بينكم، دي أهم حاجة الكروت قايلة عليها. بس غير كده، أي عقد هتمضيه الفترة دي أو مضيته هيعود عليك، أو شغل أنت شغال فيه الفترة دي هيعود عليك بوفرة مادية حلوة. في ناس جايلهم ترقية كمان، بس خلي بالك من التفكير السلبي.
اللي هو لا انا مش هترقى، لا اكيد، لا اكيد في حوار، لا اكيد الكلام ده لا. انت ركز، بدل انت عايز تترقى او انت عايز شايف ان شغلك كويس، خلاص فكر بطريقة ايجابية، بس ما تبعدش عنك الحاجة. آم، لان الترقية جاية لك اللي انت عايزها. وفي خلال شهرين هيجيلك وفرة مادية تانية، وفرة مالية حلوة بالنسبة لك في خلال شهرين من دلوقتي. في خلالهم بقى يعني اللي هو مش بعد شهرين، في الخلال دي هيجيلك. فواضح ان انت الفترة اللي جاية برضو الدكتور جايلك فلوس حلوة وكتيرة. ماشي. يلا قولولي رأيكم في التعليقات، وهل مضيتوا العقد ولا لسه. يلا باي باي.